السودان. والخبر يمكن أثر وهزت مشاعر كل الناس، حتى وسائل الإعلام الخارجية اتناولت الخبر، حتى الداخلية المقروءة والمسموعة والمكتوبة. هي ليه مدة، لكن عايزين نذكر بها المشاهدين ثاني يكون مدخل لحاجة جميلة. نعم. والله أول حاجة هي أنا دائما بسميها الطفل المعجزة، يعني مش ذاتها ما حاجة طبيعية أصلا. فأنا قريت في جريدة، واحدة من الجرايد يعني، حكايات بالتحديد، قريت الرواية كاملة إنه طفلة كانت بتلعب غنم أبوها وضيعت لها 4 نعاج، وقام أبوها كل اللي عملوا فيها شالها رماها في بير. يعني في البداية كان خبر قريته أنا. قريته شالها رماها في البير ده. بعد ذاك عرفت تفاصيل القصة وقمت شكلت القصيدة اللي هسي شايفينها قدامكم دي، هو معروف عندكم يعني. فعرفت انه بعد ذاك التفاصيل الدقيقة. نعم. من ود الناير. ود الناير ده الاسم اللي انا استعرته يعني، لكن هو اسمه عبده عبده كبس كده. فده عبده ده روى انه مشوايل طفلة في الوقت ده كان عمرها 9 سنة وبتلعب بغنم ابوها، قامت ضيعت لها 5 نعاج. والله إن 4 أنا سايج عملت أبوها سيتين 5 يعني. فقام أبوها شالها رماها في البير وقضت 40 يوم في البير ده، يعني بالضبط كده من رمضان باقي منه 10 يوم لحد يوم العيد. يوم العيد الصباح في الصلاة. الموضوع كان عادي بالنسبة للناس لأنه البير مهجورة والبير بعيدة والبير ذاتها اسمها اللي تيمة باعتبار إنها براها يتيمة يعني. فالأطفال بيجوا فوقها بيسمعوا صراخ الطفلة بيعتبروه، مش يكلموا اهله انه يا اخي والله البير دي فيها حاجه ما طبيعيه، بيقولوا البير دي اساسا مسكونه. بيعتبروها مسكونه بالضبط. نعم. لانها مهجوره. يوم العيد الصباح شوف الجيران جا حكوا انه يا اخي والله البير دي فيها كده كده كده. فهو قام بعد الصلاه مباشره بعد صلاه العيد قال يا اخواننا والله البير دي قالوا فيها طفله بتصرخ. نعم. فقالوا لي يا اخي الموضوع ده طبيعي لانه البير دي اساسا مسكونه يعني من بدري، ما تتعب نفسك ساي. فهو قال والله يعني جان، قال والله قال لي كان جان كان شيطان، قال لي لا انا بصلى. وبعد ذاك الناس لما شافوه مصير يعني مشوا وراه ووصل البير وعرف انه في حاجه ما طبيعيه. نعم. في كل ما تسمع عليه صوت زول حايم بتقوم تصرخ. نعم. عشان يسمع. فقام قال ربة العمم الدنيا عيد، يعني اي زول لا في عمته. نعم. وربطوه لحد ما نزل الى قاع البير. وبيحكي انه زي ما قال هو حسب روايته انه دقش العين الاولانيه، يعني البير تحت بيكون فيها 3 عيون. فيها عيون. نعم. عرف انه في طفله هنا. وبعد ذاك هو سالها يعني انت انس ولا جنس، وحتى ما فهمت انس ولا جنس يعني شنو، لكن ورته يا اخي انا فلان بنت فلان كده. خش في العين الاولانيه دي اللي هي نظام جحر خاشي لجوا كده في البير. خش فيها قال لقى فيها الوطواط. والله قال لحد ما حماني شوف يعني. خش العين الثانيه لقى فيها دبيب. وبيقول لي راعي لي وراعي له، زول فارس والله. وجا طالع خش العين الثالثه يا هو لقى فيها الزوله دي. لكن الطين مسك شعرها ما قدر يقلها يعني، والارض اكلت ملابسها يعني. ولقاها منتهيه طبعا زوله 40 يوم ما تعرضت لشمس. نعم. ما اكلت ما شربت في طين. فقال طلعت سكيني وهو شال شعرها تب يعني زينا تماما يعني جزة وقال لهم ارفعوني، وربطها حسب روايته ربطها في بطنه بالعمه دي وقال لهم ارفعوني. رفعوه الناس هو اياها يعني وطلع. يعني الشعر كان فيه طين، هو فصل الشعر من الطين نشف في الشعر. لانه رقدتها رقده واحده هي على يدها اليمين تقريبا رقده واحده يعني. وبعد ذاك بعد ما طلعت وجابوها سودري، ومن سودري حولوها اللبيض، ومن اللبيض حولوها مستشفى البراح. تحيه من هنا للدكتور سيد مدير مستشفى البراح. نعم. الزول يمكن اتناولها اول زول اتناولها وتبناها تماما. نعم. تبنى علاجها. اذا هي العنايه الالهيه هي اللي انغزتها. بالضبط. كويس. والكلام ده كله الحكمه يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. بالضبط. نحن من المزله بتاعت الحزن نمشي لمنحى ثاني اللي هو مزاله الفرح. بعد نسمع الفرح او بعد نشوف المحطه اللي جايه دي حنجي راجع لك
نتكلم شويه عن القصيده اللي انت نتواصل كتبتها إن فيها جاهز ونتواصل ان شاء الله. جاهز. ألف مبروك لأم شوايل بمناسبة زواجها، وإن شاء الله ربنا يهنيها ويسعدها. ودي يا البشرى بنرجع لك إنه دي كانت بادرة كويسة أو بادرة طيبة منك أنت، وأنت شاركت في زواجها. فعايزك تكلمنا شوية عن مراسم الزواج وكيف تمت وعن البادرة اللي أنت قمت بها. والله التليفون جاني انه يا اخي ام شوايل جاها راجل ونحن باركناها له، وانا كنت في البلد يعني، طبعا خلاص انا جاي عليكم. ففي امور كده مهما تكون انت نعم. علاقتك بالشخص في امور خاصه جدا يعني. نعم. فقلت له يا اخي اول حاجه حكايه عقد دي انا ما بتنوبني كثير يعني كده. وقالوا قال نعقد، عقدوا، لكن المناسبه دي كانت تصبروا لحد ما اجيكم. نعم. فجيت اللي هي اسمه تبنياها او قاعده مع خالتها بنت خالة امها، نعم. بالزايد لها التحيه يعني، نحن الحقيقه من هنا زوله عملنا كاتحه زي- جدا. نعم. فقالت لي نحن العريس شويه كده ظروفه، عشان كده ما دايرين نعمل هي الامانه، او ما عندنا لا استطاعه اساسا. فاننا خروف دايرين نطبحه، المهم تجينا يوم الجمعه الجايه يكرموا به. بالضبط. نعم. تيجي تحضر المناسبه. نعم. وقلت لهم يا اخي كديت الموضوع ده خلوني انا بفتيكم فيه لحد بكره الصباح. فكده جاني جاني تفكير انه يا اخي ليه شوايل ناقصه شنو من الحريم يعني، او ناقصه شنو من بنات السودان، يعني لازم تفرح زيهم واكثر كمان. نعم. يعني يكون عندها فنانين زي باقي الناس، يكون عندها جدله زي باقي البنوت يعني، يفرحوا بها باقي الناس. يعني شوايل ما ملك لزول واحد او ما بتزول معين، بنت السودان كلها انا بعتبرها. نعم. وبعد ذاك جيت ورتبت مع اصحابي انه يا اخي والله الزوره دي لازم يبقى لي عرس، ولازم كل الناس تعرف انه شوايل كانت واقعه في البر اتزوجت. وانتم قلت لها زي هلا يمكن اكثر من هلا في حاجات كثيره. والله الحمد لله. نعم الحمد لله. فبعد ذاك برضه عندنا كان عندنا هدف من الموضوع ده، يعني ما تتزوج يعني ممكن نعرض ونتدرج وننبسط ونتفرتق ونخلي شوايل بعد 15 يوم تكون يا هم شوايل ذاتها في نفس ظروفها وحالتها ووضعها المالي يعني. فعملنا فكرة انه يا اخي من خلال العرس ده نحن ممكن نعمل بعد العرس ممكن نعمل لها حاجة. الحمد لله توفقنا يعني في الموضوع ده. والعرس يا هو زي ما انتم شايفينه. نعم. جات فهيمة انا بحييها جدا. العرس كان وين في المنطقه؟ نقلنا العرس من البيت لمزرعة عصام الشيخ لانه الناس كانوا كتار صراحة. نعم. نقلناه لمزرعة عصام الشيخ وانا بحييه. كانت المسافات كانت كبيرة يعني وواسعة يعني. اتصلت بفهيمة. أول حاجة اتصلت بالأستاذ والأخ والصديق والعزيز جدا ود مسيخ. نعم. أنا بحييه. على ذكر ود مسيخ يا آية. احنا هناخد اتصال وهو نعم. كان شريك هو معاكم كان في مجموعة من البادرة. الشركاء كان معاكم في البادرة دي. نعم. نحن هناخد اتصاله. نعم. الشاعر صلاح ود مسيخ، مرحبا بك، مساء الخير عليك. الو السلام عليكم. تسلم، كيف اخبارك؟ ان شاء الله كويس. الله طيب. الله يديك العافيه. يعني كون الناس تتحد وكون الناس تقف مع بعض علشان يعملوا فعل بتاع خير، دي بالتاكيد
ما حاجة سهلة، وانتم ربنا سبحانه وتعالى بيجازيكم على ده بالتأكيد. نتكلم شوية عن الترتيبات اللي حصلت بينك وبين المجموعة في إنجاح هذا الزواج الميمون. والله أول حاجة التحية ليك والتحية لقناة جون والتحية للتيم اللي كان معانا امبارح واللي ظلوا واقفين يوم كامل، والتحية للراجل معاك في الاستوديو ده اللي بذل مجهود جبار جدا. حتى لو الناس شاركت فهو كان الداعم الحقيقي لمشاركة الناس. ويمكن الحدث المفروض الناس تقيف عنده كثير جدا، ويمكن دموع كثيرة جدا نزلت امبارح والآن في الاستوديو، وده كله لأنه الشعب السوداني هو ما زال يبدوش بخير. نعم. وأنا من خلال زواج مشوايل يمكن أخونا بشر يشهد للكلام ده، اطمئنيت جدا على انه الشعب السوداني ده يعني حيظل بخير الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ومشوايل هي حاله وظاهره، ويمكن نحن كقبيله شعراء بشرى تساءل تساؤل كان طيله الزمن ده مؤرقنا انه في نهايه القصيده بيقول يبقى الوطن علي يسمع بك، يبقى بعقط وشال الشيله. فمن قبل 3 يوم كل الوطن السوداني وكل الشعب السوداني تعقط وشال الشيله، وجزئيه كبيره نابت عن باقي الشعب السوداني. لما اقول كل الشعب السوداني عشان ما اقدر اخش بالناس في تفاصيل بتاعت نشكر منه، لانه حقيقه الكم كبير. حتى المشاركه بالحضور فقط نحن بنعتبرها مشاركه يعني لها قيمتها ولها وزنها في سعاده انسانه كانت قاب قوسين او ادنى من هلاك يعني محزن وكارثه وماساه. والان كل الشعب السوداني سعيد بعرس مشوايل. خليني أخصص ل3 من عمالقة الفن السوداني، فهيم عبد الله، عاصم البنا، الشاب سعد. يعني صراحة مش لمجرد المشاركة، لكن مرات يعني أنت لما تيجي تبدأ موضوع مع فنان عن مشاركة ومشاركة فري ومشاركة، مرات بتكون في استجابة بحكم العلاقة، لكن حرصي على الحضور وحرص شخصي على الحضور، مش عشان انا ولا عشان بشرى ولا عشان كده. لكن الناس كان في دافع جواهم شخصي انه يجوا. وبشرى لو استشهد يمكن يعرف انه فهيمه حلفت قالت انا عليه الطلاق يجي ويجي مجاني انا وفرقتي، حلفت بالطلاق. فنحن عرس مشوايل كان بالنسبه لنا دروس وعبر عانتنا عليه كثير من هموم الحياه الآنية والمستقبليه. تحية كبيرة جدا. نحن لو بدينا نخصص كل زمن البرنامج وعدة حلقات ما حتكفي. وتحية للراجل الإنسان اللي قاعد معاك في الاستوديو اللي كل يوم بيجسد للناس إنسانيته. نعم. في كثير من الأعمال يمكن هو بيدس أغلبها، لكن حكاية مشوايل دي مرقت من بين إيديه يعني. نعم، التحية لك أنت برضو، والتحية لكل الناس اللي شاركوا معاكم في البادرة الطيبة دي، وده دايما أهل السودان أكيد في مساعدتهم ووقوفهم جنب بعض دائما. شكرا لك كثير، بنحييك. الله يخليك، تسلم. الله يخليك. نعم، بنتواصل مع كل الأحباب كل المشاهدين. تحية كبيرة جدا لكل اللي انضموا لنا الآن. بنتواصل معك أستاذ بشرى إبراهيم. أنتوا تكلمتوا يعني مجموعة من الناس هم يتكاتفوا وشاركوا كويس في إنجاح هذا الزواج الميمون. على ذكر الأستاذة الفنانة فهيمة، نحن عندنا محطة نتابعها ونجي راجعين إن شاء الله. بداية مبروك لأختي الصغيرة مشوايل، إن شاء الله بيتمالوا عيال وربنا يديم عليها السعادة والأفراح. يعني أنا مبسوطة جدا إنه الزولة دي ربنا عوضها بعد ما كانت في محنة كبيرة جدا. هي يمكن ما تقدر تطلع من أبسط من المشكلة مرت بها دي بكثير. يعني زولة حباها برحمة كبيرة جدا، وربنا اصطفاها من بين البنات وابتلاها الابتلاء العظيم ده، وألهمها الصبر يعني، وهي لا تقدر على أي حاجة. أنا والله العظيم يعني بعتبر نفسي محظوظة إنه زولة في قمة الروعة دي أنا حتى يعني بعرفها. أم شوايل بالنسبة لنا رسالة لأي زول قلبه مضلل، ورسالة لأي زول ما عنده رأفة وما عنده رحمة. يعني الكلام عنها صراحة صعب شديد. يعني الحمد لله رب العالمين هي تجاوزت المحنة دي وربنا عوضها ورسل لها ولد الحلال تكمل حياتها معاه
بعد ما كانت وحيدة. يعني من أبرز ما مر بها هي زولة في قاع البير 40 يوم ما عايشة إلا برحمة ربنا. ويعني في الزمن الصعب ده يعني هي بالنسبة لنا ملاك، ربنا يرسل لها رحمته من السماء، و40 يوم تعيش مبسوطة وما عليها أي حاجة وتطلع من البير. حتى لما تطلع تقول أنا ما داير أحاسب أي زول على الحاجة اللي عملوها فيني. فهي الزولة يعني عقلها ما اكتمل وبنيتها ما اكتملت وأي حاجة فيها يعني يمكن ناقصة، لكن هي بمثابة زول عاقل وزول قلبه مليان بالإيمان. بنتواصل معكم من تاني، ودي كانت إفادة الفنانة الرائعة فهيم عبد الله، وهي كانت إحدى مشاركات في زواج أم شوايل. نحن بنحييها كثير لها التحية، وبنرجع لأستاذة بشرى وعايزين نعرف يعني أنتوا قمتوا بالبادرة دي مجموعة من الناس من ضمنهم ود مسيخ والشاعرة نضال وفهيم عبد الله وأشخاص كثر يعني على سبيل المثال وليس الحصر. فعايزين نعرف المشاركة دي هي أنتوا قمتوا بالبادرة دي وبالمساعدة دي ليوم، لكن عايزين نعرف ما بعد الزواج. انتوا قلتوا عايزين تأمنوا مستقبلها ولقدام، خاصة وإنها هي أبوها نافيها وأمها متوفية، فشنو انتوا يعني حتخلوا عنها بعد الزواج ولا حيتم تأمين مستقبلها؟ والله دي وده الهدف من الكلام اللي حصل ده كله. يعني احنا ما قصدنا انه قلت لك نعرض ونتدرب وننبسط ونفوت نخلي مشاويل في حالها. ان احنا اول حاجه انا بشكر اي زول قدم اي حاجه يعني. بعد ما قلت لك جينا يا جماعه والله الزوله دي لازم نعمل لها حاجه كده تختلف، فكتر خير الشباب. بعد ذاك بعلاقاتنا الخاصه الله يكرمك جبنا الضبايح، يعني جبنا الغنم. الغنم ذاته وفر. الكلام ده كله تم في المزرعه مش كده؟ لا والله بالعربيه دي حمنا ساك الحيامه الواحده دي. اي يا فلان انت عليك كذا، فلان انت عليك خروف، انت عليك خروفين، انت عليك خروف، انت عليك خروفين. بعد ذاك جا الخضار كذلك نفس الشغلانه، يعني ما خسرنا. الناس قسمت الاولويات مع بعض، شاركوا الموضوع. لدى علاقات برا يعني ناس البهايم يعني دول بيتخصصوا. يعني نشكر البن او البني وطه بلال، يعني كان قلنا نبدا في الحاجات دي حكايه بتكون علينا طويله جدا. الله يكرمك الضبائح دي بعد ما ضبحنا وكفينا الناس كلهم في بهايم فضلت الان موجوده في الزريبه قبل ما شفتها قاعده دي حنبيعها. دي الفضلت من العرس من العرس هاي. بعد ذاك في القروش جات من الدفتر يعني. بعد ذاك خصصنا انه يا اخي الزول الداير يساعد مشوايل عشان ننقل مشوايل لحياه جديده. يعني بعد مشوايل اللي وقعت في البير وغيرها نقول لمشوايل المدام المستقره اللي ببيتها براها اللي عندها مصدر دخل ثابت وحياه كريمه. خصصنا رقم تليفون، يعني ممكن يكون ما يكون على حيز كبير، لكن بعد ده حننزله في الجرايد. يمكن الدار واحده من الجرايد المتكفله بالشغل ده. نعم. نزلته في صفحات الفيسبوك للزول الدار يساهمنا في مشاوير. يعني تحديدا الرقم لتحويل الرصيد للمساعده. تحويل الرصيد وفي رقم حساب وفي الزول الدار يستفسر يعني انه اقدر اساعده كيف. نحن بنوريه وده كله هو بينصفي فعل الخير بالضبط. يوم السبت ان شاء الله الجاي ده يعني بعد اسبوع حنقوم نجمع الحاجات دي كلها ونشوفها بترسى على شنو او بتكفي شنو بالضبط ونحن بنقوم نعمل ان شاء الله. نعم ان شاء الله. ده كلام جميل. نحن ننوه الساده المشاهدين انه المحطات اللي نحن تابعناها دي هي جزء من سهره ان شاء الله حتنزل في برمجه جوني اف ام ان شاء الله. حيشاهدوها سهره متكامله زواج ام شوايل. نحن بنتواصل معك وبنذكر برضه يا خالد برقم ممكن تذكروا البشرى. نعم. نذكر بها كل المشاهدين لتحويل الرصيد للمساعده يعني. جدا. رقم التليفون 09 نعم 09 ثاني 26 72 70 09 26 72 لا 09 09 26 72 70 72 70 ورقم الحساب 244 96 244 96 96. ان شاء الله اخوانا في الكنترول برضه حيكتبوها
اسفل الشاشه، فعلا كتبوها اسفل الشاشه. طيب نحن بنتواصل معاك، وزي ما قلنا ده فعل خير يعني، والناس لما تتضافر جهودها على انه يعملوا نواه لاسره صالحه في المجتمع، دي ما حاجه سهله بالتاكيد. طيب انت كتبت قصيده في ام شوايل. ايوه كويس. ام شوايل بعد ما طلعوها من البير، كويس، انت كتبت فيها قصيده، ويمكن القصيده دي اشتهرت اشتهار كبير جدا، وهزت في ناس كثير جدا، وجاشت مشاعر واحاسيس ناس كتار جدا لما يسمعوها. فنحن نسمع جزء من القصيده اللي انت كتبتها. بعد الطرب اضطرب نهضه، وبعد نذكر بها بس المشاهدين كده ابيات. ما حاجه ده كان احساسك انت. نعم. والله انا ابدا لك من حته تقول له راحت منك ولا؟ والله اكيد ما بتروح طبعا. لكن وقصد البير في اتعس ليله، وقصد البير في اتعس. والله يا اخوانا والله ما بقدر اقراها ثاني، بختصر لكم بس ما بقدر اقراها والله. طيب تمام. احنا بنتواصل، وعايزينك تكلمنا برضو عن الناس في مشاركات تانية اكيد غير الفنان او الاستاذ اود مسيخ، وغير قبيله الشعراء. منو تاني من يعني من الناس اللي شاركوا معاكم؟ والله اول حاجه لهم الفضل في انهم يقوموا الحضر بالبادرة. يعني احنا كونه مثلا الاستاذ رمضان احمد السيد يجينا بجلاله غدر، يعني والله انا حتى لما لقيته في نص الناس، يعني هو معلش الناس كتار، لكن شنو يعني زول غامه زي الاستاذ رمضان ده المفروض يكون النوع القاعد قدام ذاك، ويكون زول قدام ويزحل لنا كده، يعني حركات الناس اللي انا شايفها. لكن انا خليني احييه واشكره لكم يعني. فهيمه دي انا اسني عليها او خليني اشكرها ثاني. والله انا اذكر حتى الان يعني نفس الكلام اللي قاله المسيح ده، الو يا فهيمه يا اخي والله الحاصل كيت 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 ودايرين لانه مشاويل طلبتها. فقلنا لها يا اخي والله مشاويل دي قالت بالنص والله دايره فهيمه تغني لي فيه. قالت والله وعلي الطلاق انا وفرغتي والساون كلنا مجان. نعم. كذلك الاستاذ عاصم البنا ومرتبط بعمل او بشغل ثاني في نفس اللحظه يعني جاء. نعم. وقضى واجبه. والشاب سعد كذلك كتر خيره يعني. فبالداخل الشعراء الشباب اللي كانوا حضور انيق يعني من في الليل او من بين الليل يعني. بيتوا في باعوضه في بهدله يقطعوا الخضار جهزوا الحاجات. وكذلك خلينا نشكر اللجنه الشعبيه لمضوم بان. نعم. لوقفتهم الصلبه جدا يعني. احنا ما رفعنا ماعون وإلا لقينا زول او شاب من ناس مضوم بان ديل رفعوا قباننا يعني. الكراسي وده صار السودانيين طبعا لا ما خلوا لنا حاجه والله. فخلينا نشكرهم ونحييهم يعني. نحن بنحييهم من هنا. وده يمكن يا آية هو الدور الكبير جدا، دور الفنان، الجانب الإنساني في حياة الفنان. كويس. السعي ورا حاجات كثير جدا يمكن بمنظور ثاني أو الجانب الثاني من حياة الفنان، ومساهمته ومعالجته لكثير جدا من القضايا الاجتماعية، كونه يعني فنان هو يحس بمشكلة الإنسان الثاني، هي دي حاجة يعني. سامية جدا وحاجة عالية. اليوم التحية كل الناس اللي شاركوا في زواجهم الشوائل وشاركوا بالبادرة دي. وزي ما قلت يا خالد انه ده ديدا اهل السودان في وقوفهم جنب بعض ومساندتهم دائما جنب بعض اكيد. بيتكاتفوا. نعم. نحن بنحييك ثاني اخونا بشرى، وسعيدين كثير جدا انك تكون معنا في معيتنا وانت بترافقنا هذا المشوار وهذا الفرح الجميل اللي احنا بنشاهده وبنتابعه. الزواج كان 200 هو. هل كانت في دعوه مثلا انكم اعلنتوا مثلا في زواج ومشوايل حيتم كده ولا؟ والله تناولت الصحف مثلا قبل الزواج. نعم. انه الجمعه الجايه دي هو زواج مشوايل. لكن نحن لو فكينا الموضوع انا متاكد اي زول داير يشوفها من سوايل وهي عروس يعني. نعم. عرفتها. فدي يمكن واحده من الحاجات اللي ما خلتنا. لكن دعواتنا كانت دعوات ما دار اقول حاجات شخصيه. نعم. او لعلاقاتنا، لكن لاي زول مؤثر في المجتمع يعني. نعم. وصور الزواج والتهاني والتبريكات هي كانت في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك وفي مجموعه كبيره جدا من حتى الجروبات الموجوده في الفيسبوك. والله انا بس دار اشكر كل الناس في الفيسبوك ديل بالذات يعني. كل الناس اللي كتبوا عني وكتبوا انه او بيشكروني يعني. الكلام ده يا اخواننا يعني عمل لله تعالى يعني. نعم. ربنا كان وسيله على الفيسبوك لانكم تنشروا به الزواج. يعني اي زول بينه وبين نفسه يقول ان شاء الله ربنا يتقبل، لكن الكتابات دي ما. نعم.
والله ما يعني ما رحبت بها انا نعم. بين نفسي يعني. نعم، نحن وصلنا، انا بشكرهم جدا يعني. نعم، نحن بكده بنكون وصلنا بكم الى ختام الجزئيه الاولى من مساء النيل. نعم. بنشكرك شكر كثير جدا استاذ بشرى ابراهيم، كنا سعيدين بك كثير جدا في وجودك وحضورك الانيق معنا في استوديو مساء النيل. شكرا لك. الله يكرمكم يا، خليني اشكر اي زول انا سقط، ما في حاجه اسمها سهوا، لكن يمكن الزمن شويه ما اسعفنا. كل الناس اللي ذكرناهم وشاركوا في البادره دي هم ديل على سبيل المثال وليس الحصر يعني. وبالضبط يعني. نعم، لهم التحيه كلهم. بنتواصل مع كل الاحباب كل الاصدقاء بعد الفاصل آية. نتواصل والفقره التاليه. نعم، خليكم معنا دائما. أكسر القول يا